السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ شايفين اللي معايا ده؟ تعرفوا هو ايه ولا متعرفوش؟ طب انا جاية اعرفكم النهاردة هو ايه. اللي معايا ده توم باودر. طبعا انا مش عاملاه من التوم ولا حاجة، زي ما انتم شايفين كده. شايفينه ناعم ازاي؟ لا وريحته كمان جميلة. طبعا انا ما عملتوش من التوم نفسه. آه... طب خلاص استنوا تعالوا بصوا معايا هنعمله من ايه. يلا بينا. طبعا انا جبت التوم كان لسه طري او نشف شوية يعني، فاخدت منه القشر. انا طبعا عامله كميه فحبيت اعمل معاكم حبه قليلين عشان تشوفوا الوصفه بتاعتنا معموله ازاي. زي ما انتم شايفين كده اهو، انا جبت التوم، اخدت القشر اللي جوه التوم اللي هو الخفيف خالص، جمعته طبعا ورحت مدخلاه الفرن، حمصته بالشكل ده اهو. زي ما انتم شايفين كده الكميه بقى اللي انت عايزاها قشريها ودخليها الفرن. طريقه سهله جدا وما بتاخدش وقت. طبعا هنعمله في ايه، في الكبه بتاعت الخلاط، المطحنه بتاعت الخلاط، المطحنه اهو. طبعا التوم بيبقى بالشكل ده، هو لسه ما نشفش قوي يعني، من جوه لسه طري. طبعا بفصصه وباخد القشور اللي هي في جوه والقشر اللي بره بعد الطبقه الاولى اهو. زي ما انتم شايفين كده احنا بنخرج القشر اللي هو جوه بعد الطبقه اللي هي مش نضيفه يعني. طبعا انا حبيت اعمل معاكم الكميه الصغيره ديت عشان ايه تعرفوا التوم البودر بنعمله ازاي. وبرضو هنزل لكم طريقه البصل البودر. دخليه بقى الفرن بعد ما تخلصي الكميه بتاعتك، وتروحي عاملاه ايه يا ست الكل، تروحي محمصاه اهو. انا فصصت طبعا الكميه الصغيره دي لان انا عندي توم باودر عاملاه قبل كده. شايفين حتى هو لما ينشف برضه بسم الله ما شاء الله يبقى يعني الفص بتاعه كبير اهو. نعمل بقى الكميه بتاعتك، انت عندك 5 كيلو 6 كيلو حسب ما انت جايبه الكميه. قشريه وجمعي التوم بتاعه القشر بتاعه. طبعا الفصوص التوم التانية بنعمل فيها ايه، بنفصصها وبنخزنها طبعا بعد ما نفرمه. وفي ناس بتحب تفرمه وهو لسه اخضر اهو. كل القشور اللي جوه ديت ما عدا العصايه اللي هي بتبقى في قلب التوم دي لا اهو. أنا كده خلصت الكميه بتاعتي. جبت بقى طبعا المطحنه بتاعت الخلاط زي ما انتم شايفين كده، حطيت فيها الكميه بتاعتي اهي. هي بقى الكبه بعافيه شويه، المطحنه بعافيه شويه اهو. زي ما انتم شايفين اضربه مره واتنين وتلاته لغايه ما يديني النتيجه دي. شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. يا دوبك ان انت تجمعي بس القشور بتاعت التوم، ويدينا بقى طبعا النتيجه الحلوه دي. ويبقى عندك توم تحطيه على الاكل بودر جاهز. تقدري تضيفيه على كل الاكلات. طبعا التوم البودر والبصل البودر بنحب نضيفهم على الاكلات بتاعتنا. اللهم بارك اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزاكي بقى تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس. تعملي بقى طبعا اللايك والشير بتاعك الحلو وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من على قناتي وفري ودبري وفيتك عمري. كان معاكم ام يوسف. يا ريت تنوروني وتشرفوني، واي حاجه تطلبوها ان شاء الله اقدمها على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.